أهلا بكم يا اخواتي في فيديو جديد من قناة نجم التوقعات. النهاردة معانا توقعات مباريات يوم التلات 16/9/2025. قبل ما نبدأ حابب أقول لك إن إحنا عاملين جروب VIP بسعر بسيط جدا، يعني حاجة لا تذكر كده. فأنت لو حابب تنضم معايا هتلاقي رابط التواصل معايا في الوصف أو في أول تعليق، ودي كانت بعض القصايم اللي على VIP. فأنت لو حابب إن أنت تلعب على القصايم زي دي انضم دلوقتي، وإن شاء الله السعر مش غالي وحاجة بسيطة جدا. فيلا بينا كده مع بعض نشوف القسيمة بتاعت النهاردة. معانا 10 أحداث. قسيمة قول 9 قول 9 و4. تمام. معانا أول ماتش في القسيمة ماتش بنفيكا وكاربا. عملت فوز صريح لبنفيكا، ماتش على أرض بنفيكا. معانا تاني ماتش اندهوفن. عملت إن اندهوفن تفوز في إحدى الأشواط، تمام، يعني إن هي تكسب في الشوط الأول أو الشوط التاني. نروح كده لتالت ماتش ريال مدريد وأولمبيك مارسيليا. عملت فوز صريح لريال مدريد، تمام. طيب نروح كده لماتش أرسنال، ومعانا عملنا ضربات ركنية أكتر من 3.5، يعني 4 ركنيات. طيب أنت لو عايز تعمل أكتر من كده ركنيات اعمل، لأن الأرسنال بيعتمد على الأطراف بنسبة كبيرة جدا. عندك زي إيزي هو مارتينيلي بيلعب على الأطراف، وبرده الولد اللي اسمه مدويكي جامد جدا يا جماعة، ورخم رخم على الأطراف كده، عامل زي فينيسيوس برده في ريال مدريد. فهو جامد جدا، يعني إن شاء الله يجيب أكتر من 4 ركنيات كمان. معانا ماتش أستون فيلا وبرنتفورد. عملت إن الماتش ده ما يخلصش تعادل. الماتش ده بيتلعب في كأس الدوري عشان تبقوا عارفين بس، تمام. اللي هي فرصة مزدوجة 12. ومعانا ماتش كريستال بالاس وميلول. عملت فرصة مزدوجة لكريستال بالاس، تمام تمام. نروح كده للدوري الهولندي. عملنا فوز فريق واحد اللي هو فالفيك، تمام تمام. وماتش انتر ميامي وسيتال عملنا مجموع أكتر من 1.5، عفوا سياتل. طيب ومعانا ماتش الدحيل والهلال الرياضي. عملنا فوز فريق واحد اللي هو الهلال السعودي، تمام تمام. واخر ماتش معانا في القسيمة ماتش توتنهام وفياريال. عملت فرصة مزدوجة لتوتنهام، تمام. دي كده كانت القسيمة بتاعت النهاردة، وهنرمي عليها 1500 كلهم، تمام. وإن شاء الله القسيمة لما تعدي هيجي لنا مكسب 14,000 جنيه، تمام تمام. تعالوا كده مع بعض سريعا نراجع القسيمة تاني. عملنا فوز بنفيكا واندهوفن تفوز في إحدى الأشواط، وفوز فريق واحد اللي هو ريال مدريد، والأرسنال 4 ركنيات، وأستون فيلا وبرنتفورد الماتش ما يخلصش تعادل، وكريستال بالاس فرصة مزدوجة، وفوز فريق واحد، ومجموع أهداف في ماتش انتر ميامي وسياتل أكتر من 1.5، وفوز الهلال السعودي، وفرصة مزدوجة توتنهام وسبور، تمام كده. دي كانت القسيمة بتاعت النهاردة. فانت لو كملت لحد هنا ما تنساش ان انت تنضم في قناة التليجرام وتشترك في قناة اليوتيوب وتحط لايك على الفيديو، وبس كده.